كان يا مكان، حتى كان في زمان السلاطين والعلماء والفرسان، في مدينة مكناس العتيقة، المدينة اللي كانت عامرة بالقصور والسوار العالية، عاشت حكاية طويلة كتشبه النهر. كل ما حسبتيه سالة كتلقاه يلاه غادي يبدا. في حي قديم قريب من السور الكبير ديال باب المنصور، كان عايش واحد الشاب سميتو عادل. ولد يتيم ربات امه، وكان خدام مع معلم ديال الزليج. عادل ما كانش غير صانع، كان فنان، كيقدر يشوف النقش في الحجرة قبل ما تحفر. وفي دار كبيرة وسط المدينة كانت ساكنة لاله سلمى. هي بنت واحد القيد معروف وعنده الكلمة مسموعة. سلمى كانت متعلمة تبارك الله، كتعرف تقرا، وعزيز عليها تسمع الحكايات اللي كيتعاودوا في الليالي وفي السهرات. في الليلة من ليالي الصيف كان القمر منور السما ديال مكناس، والناس خارجة للسطوحة ديال الديور باش تشم الهواء وتستمتع بالجو ديال الليل. عادل طلع حتى هو للسطح ديال دارهم وبدا كيغني واحد المقطع قديم كان تيسمعو من عند امه. الصوت ديال عادل وصل حتى للسطح ديال دار القيد. سلمى سمعاتو ووقفات وبقات كتصنت. داك الصوت ما كانش غير غنى، داك الصوت كان حنين، كان فيه الوجع، كان فيه الامل. ومن تما تبدلات القصة. في موسم كبير قريب من مولاي دريس كانت القبيل كاملة كتجي، الخيل كتجري في التبوريدة، الطبول والبنادر كتهز الارض، والناس لابسين احسن ما عندهم، العيالات كيزغرتو وكل شي فرحان. سلمى خرجت مع عائلتها ودايرين بها الحراس ديالها. عادل كان مع المعلم ديالو خدامين كيصلحوا في واحد النافورة قديمة. وسط الزحام طاح واحد الطرف ديال الزليج صغير من يد ديال عادل، وبقى غادي كيسكركب حتى وصل الرجلين ديال سلمى. تحنى عادل باش يهزها وهز عينيه وتلاقاو النظرات. كانت هاديك اول مره، وما كانش غير نظره دايزه، كانت بحال واحد البرق اللي ضرب القلوبه بجوج في دقه واحده. ومن بعد داك النهار ولا كل واحد فيهم كيقلب على الاخر وسط المجمع بلا ما يبان وبلا ما يعيق. اللقاءات بينهم كانت صعيبه، ولكن عادل لقى واحد الطريقه اللي ما كطيح على بال حتى واحد. كان كيصوب واحد اللوحات ديال الزليج صغار، وفي ظهرهم كيحفر وكينقش شي كلمات قصيره، مثلا بحال الصبر مفتاح الفرج، ربي اللي خلق القلب وربي اللي عارف اش فيه، وهكا بزاف العبارات. وكان كيخليهم عند واحد الخدام قديم كان في دار القيد، كان حتى هو متعاطف معاه. سلمى كانت كتلقى دوك اللوحات وكتقرا دوك الكلمات اللي كانوا مكتوبين، وكتبقى الليل كامل سهرانه وكتفكر. وواحد المره قررت باش تجاوبه وترد عليه، ولكن كيفاش؟ كتبات واحد الشعر وحطاته في واحد القله صغيره وعطاتها للخدام ديالها باش يرجعها لعادل. عادل ملي حل هذيك القله وقرا دوك الكلمات ودوك العبارات اللي كتبات ليه سلمى، فرح وحس بحال الا المدينه كامله غنات ليه. وهنايا الحب ما بقاش غير احساس، ولا تواصل، ولا واحد السر مشترك بينهم.
ولكن السعادة في الحكايات القديمة عمرها ما كدوم، وضروري كدوز من بزاف ديال الامتحانات. ايوا من جهة اخرى، كان واحد الفقيه طماع، كان باغي يتقرب من القيد باش يزوج ولده لسلمى. شافها تبدلات وتبدل حالها، ايوا ولا كيراقبها وحاضيها فين ما مشات وكيتجسس عليها، حتى عرف القصة ديال دوك اللوحات ديال الزليج. ايوا ملي الفقيه عرف، مشى عند القيد وقالها ليه. قال لي: ها سيدي، راه بنتك كتراسل مع واحد الخدام بسيط وفقير، وغادا تطيح السمعة ديال داركم. ايوا هنا القيد غضب وطلع ليه الدم، وامرهم باش يسدوا الدار على سلمى ويجريو على عادل من الخدمة. ويحسب لكم موقف غير هنايا؟ لا، بالعكس، هو زاد اتهم عادل بالسرقة، اتهموا باللي سرق ليه واحد الحجرة كانت في المخزن ديال السلطان. ايوا تشد عادل المسكين وداروه في الحبس، وداك الحبس بارد تحت الارض. الزنزانة اللي كان فيها عادل كانت مظلمة، غير واحد شعاع صغير كيدخل من الفوق. دازو عليه ايام طويلة بلا ما يعرف المسكين واش غادي يخرج ولا تما بقى. ولكن بالرغم من هاد الشي، عادل ما استسلمش، واخا هو في الحبس بقى كيحفر بواحد الطريف ديال الحديد صغيور وكينقش في الحيط. وهداك النقش من خلاله كيحكي القصة ديال الحب ديالو هو وسلمى بنت القيد، وكان كل نهار كيزيد تفصيل حتى ولا الحيط ديال الزنزانة كامل بحال شي كتاب. ايوا فوق الارض سلمى مسكينة كانت كدبل، ولكن خدات الشجاعة وما بقاش ساكتة. دارت واحد الحاجة اللي ما كان يتوقعها حتى واحد. هزات راسها ومشات عند السلطان. هاد السلطان كان مستقر في مدينة فاس داك الوقت، ورغباته وطلبات باش يسمع منها. وقفات قدامه وقالت ليه: أسيد السلطان، إلا كان الحب جريمة فراه الظلم غيكون أكبر جريمة. حكات ليه كل ما عندها وحكات ليه قصتها. السلطان تأثر بكلامها وأمرهم باش يعودوا يحققوا في المشكلة. ايوا من بعد التحقيق تقلبات الأمور، بان باللي الفقيه هو اللي خطط هاد التهمة باش يبعد عادل. الشهود اللي كانوا شهدوا بالظلم تراجعوا على الشهادة ديالهم، وبان الحق. عادل وأخيرا جاه الفرج وخرج من السجن. خرج مسكين ضعيف، الجسد ديالو عيان، ولكن قلبه بقى ديما قوي. والمدينة كاملة كانت كتسول على القصة ديالو. القيد هنا ملي شاف الشجاعة ديال بنته والصبر ديال عادل تبدل حاله، وفهم باللي راه الشرف راه ماشي غير في النسب والمال، باللي الشرف راه هو في الصدق. ايوا عادل باش يبرهن على راسو كتر قرر باش يمشي في واحد الرحلة طويلة للصحراء، وبالضبط ورزازات، باش يتعلم شي حاجة جديدة، فنون جديدة في داك الشي والخدمة اللي كان كيدير. يعني باش يتعلم فنون جديدة في النقش على الحجر الصحراوي. الرحلة ديالو كانت عامرة بالمخاطر، دازو عليه عواصف، تلاقى بقوافل، تلاقى بلصوص، تلاقى بسراقة، تلاقى بقطاع الطرق.
وفي واحد المرة توضر في وسط الصحراء وبقى النهار كامل بلا ما، حتى شاف واحد القافلة هي اللي عتقاتو. وفي ديك العزلة في ديك الصحراء زاد فهم باللي الحب راه ماشي غير بالقرب، باللي الحب راه فيه الانتظار وفيه الثقة وفيه بزاف ديال المعاني. عادل بقى عام كامل بعيد، وسلمى كانت كتسناه كل نهار. في كل نهار كتطلع للسطح وكتبقى تشوف في السما، وكتبقى تسرح عينيها وكتشوف بعيد، وكتسنى يبان ليها شي اثر من عادل. فعادل ملي مشى في هاد الرحلة ديالو للجنوب واللي وصل فيها حتى لنواحي ورزازات، كان كل شهر كيصيفط رسالة مع شي قافلة كتبان ليه طالعة للشمال، وكان كيكتب لسلمى بالتفصيل على داكشي اللي كيدوز منه. كيهضر ليها على الصحراء، كيهضر ليها على النجوم اللي كتبان ليه قريبة بحال اللي يقدر يمد يدو ويلمسها، وعلى الوحش ديالو اللي كان كياكل قلبه، على الحب ديالو. اي حاجة كان كيكتبها ليها في الرسائل، وفي كل مرة كان كيصيفط ليها رسالة. ولكن في واحد المرة وفي واحد الرحلة القافلة وقع ليها واحد الهجوم ديال السراقة والقطاع ديال الطرق. هنا تشتات الرسائل وضاعت الرسالة اللي فيها الوعد الكبير، واللي كان كاتب فيها باللي راه غادي يرجع قبل من الوقت باش يطلب يدها رسميا قدام الناس كاملين. سلمى بقات شهور كتسنى ما وصلها حتى خبر، وكل نهار كانت كتطلع السطح ديال الدار وكتشوف الطريق اللي كتدخل من جهة ديال الجنوب، وقلبها معلق بواحد الخيط رقيق ديال الامل. هنا الهضره بدات كتكتر، الناس بداو كيتهامسوا، واقيلا نساها، واقيلا عادل مات في الصحراء، واقيلا وقعت لي شي حاجه، واقيلا هادي، واقيلا خوا بيها، واقيلا بزاف ديال الهضره وبزاف ديال التاويلات. وهداك الهمس وهديك الهضره كانت كتجرح اكثر من السيف. وفي هاد المده كامله ديال الانتظار مرضات الام ديال عادل. هاد الام كانت بحال الام الثانيه ديال سلمى، ما كان عندها مسكينه حتى حد من غير ولدها. ومنين سمعت الاشاعات قلبها حزن. ايوا الفقيه الطماع اللي مازال حاقد ومازال الحقد معمر صدره، هنا استغل الفرصه، مشى عند القيد وقال ليه: ايوا شفتي يا سيدي، ها هو السيد هرب وخلى بنتك معلقه. ايوا راه خاصنا نسدو هاد الباب قبل ما يكبر العار وقبل ما تكبر الهضره. والقيد كان قلبه باقي ما استقرش، فهو بصعوبه باش قبل هاد العلاقه. ايوا هاد الهضره زعزعاتو وبدا كيرجع وكيتردد. وفعلا داكشي اللي كان، جا واحد تاجر كبير من فاس باش يطلب يد سلمى، وجاب معاه بزاف ديال الهدايا والذهب. في الدار ديال القيد ولا فيها واحد الضغط ثقيل، وكل شي كيتسنى القرار وشنو غادي يوقع. سلمى ما بقاتش ساكته. في واحد الفجر خرجت بكري ومشات لواحد الجردة قديمة فيها واحد الزيتونة عندها سنين، كيقولوا عليها باللي راها شجرة مبروكة. وقفات تحتها وهزات يديها للسما وقالت: يا ربي، إلا كان حي رجعه، وإلا كان مات أعطيني الصبر، ولكن ما نكونش زوجة إلا للشخص اللي عطيته قلبي. ومن بعد هاد القسم رجعات مسكينة للدار بعينيها فيهم واحد العافية
اللي ما كانش من قبل. واجهت باها بقوة وقالت ليه: نقدر بابا نطيعك في كل شيء الا في قلبي. القيد هنايا تصدم وتفاجئ من القوة اللي شافها بنته اللي ما كانش عارفة فيها، ولكن الكلمة الأخيرة بقات معلقة. في ذاك الوقت عادل ما كانش هارب ولا كان ناسي، هو المسكين كان غير حاصل في واحد القرية صغيرة في الجنوب. من بعد ما ضرباتهم واحد العاصفة رملية كبيرة، هو والقافلة ديالو، وضاعوا منهم 3 ديال الرجال، والجمال تهرسات، وبقاو ايام طويلة بلا ما. عادل هو اللي نظم هذوك الناس، قسم القليل اللي بقى بيناتهم، وبقى كيشجعهم حتى خرجوا سالمين من ديك العاصفة. الناس ديال ديك القرية اللي لقاوه عجبهم بالذكاء ديالو بالصبر ديالو، وطلبوا منه باش يبقى يعلمهم الفن ديال الزليج وديال النقش. ايوا هنا عادل كان قدامه واحد الاختيار صعيب بزاف: يا اما يبقى في الامان ويبدا حياة جديدة، ولا يرجع للطريق الطويلة اللي ضرب واللي كانت عامرة بالمخاطر باش يرجع لسلمى. دازت ليلة كاملة وهو كيشوف النجوم وتفكر الزيتونة، وتفكر النظرة ديال سلمى آخر مرة شافها. وفي الفجر خدا القرار باش أنه يرجع مهما كلفاتو طريق ومهما كان الثمن. منين وصل عادل أخيرا لمكناس، المدينة ما كانش كيف خلاها. سمع باللي الزواج ديال سلمى قرب يتحدد مع التاجر الفاسي، وغير وصل مشى مباشرة لدار القيد، وقدام الناس كاملين ما جا لا بذهب لا بهدايا لا بفلوس، جا غير بالفن اللي تعلمو وبالقلب الطيب والنقي ديالو. جاب معاه واحد الحجر صحراوي كبير، حطه في وسط الساحة قدام باب الدار، وجلس قدام الناس كاملين وبدا كيحفر فيه وكينقش قدام عينيهم ساعات طويلة وهو خدام، حتى بدا الشكل النهائي تيبان. كانوا يدين متشابكين وبيناتهم زيتونة وفوقهم واحد النجمة، وكتب تحتها هاد العبارة: الوعد ما يضيعش إلا ضاع مولاه. الناس تجمعوا، وداك التوشويش وديك الهضرة اللي كانت تبدلات وولات إعجاب. وحتى القيد خرج باش يشوف شنو واقع، شاف الخدمة وشاف الناس كيفاش متأثرين، وشاف عينين عادل الصدق، وما شافش فيه الخوف وما شافش فيه الطمع. ايوا ملي سالا عادل النقش في ديك الحجرة قدام دار القيد، الساحة كما قلنا كانت عامرة بالناس، اليدين متشابكين والزيتونة اللي بيناتهم والنجمة اللي فوقهم كانت كتشع تحت من الشمس، بحال الا داك الحجر ولا حي وفيه الروح. القيد بقى ساكت واحد المدة طويلة كيشوف النقش وكيشوف عينين عادل، ووسط داك السكات كان كيتفكر وكان كيدوز في راسو الشريط كامل: كلام الناس، الدموع ديال بنته، الصبر ديال عادل، وحتى السمعة ديالو قدام المدينة. وواحد شوي هو يقول لهم بواحد الصوت مسموع قدام كل شيء: الراجل اللي كيصبر هاد الصبر وكيواجه العاصفة ويرجع واقف على رجليه ماشي راجل بسيط. وسلمى هنا كانت واقفة في السطح وكتسمع، ومن اللي سمعت كلمة باها نزلت للساحة بلا خوف، ووقفات حدا عادل لأول مرة قدام الناس كاملين. هاد المرة ما هبطاتش راسها، بالعكس هي هزاتو. القيد قرب ليهم، شد يد بنته وحطها في يد عادل،
وقال ليهم: إلا كان هذا هو الاختيار ديال قلبك، أنا ما غاديش نكون العدو ديال السعادة ديالك. الناس بدات كتزغرت، والفرحة دازت بحال واحد الموجة وسط ديك الساحة. دار عرس كبير ما شافتوش المدينة من هادي سنين طويلة. تزين باب المنصور بالتريات وبالخوامي ديال الحرير، وداز موكب ديال العرسان وسط الخيل والتبوريدة، والطبول كضرب حتى كتهز الأرض. جاو الضيوف حتى من فاس ومن مدن أخرى بعيدة، وهاد الحدث ولا هو الحديث ديال البلاد في ديك الوقت. سلمى لابسة القفطان الأبيض المطرز بخيوط الذهب، وعادل لابس جلابة تقليدية وعمامة. ولكن الشي والحاجة اللي كان لافت أكتر هو الابتسامة والضحكة ديال عادل. ابتسامة كتعبر على واحد الربح في واحد المعركة طويلة بلا ما يفقد الحب ديالو والقلب ديالو. من بعد الزواج ما عاشوش غير فرحة وصافي، هما قرروا باش يديروا واحد الحاجة اللي غتبقى من وراهم. عادل بنى واحد الورشة كبيرة كيعلم فيها الفن ديال الزليج وديال النقش، وسماها دار الزيتونة، تعبيرا بداك القسم وداك الدعاء وداك التضرع اللي دارت سلمى. سلمى ما بقاتش غير بنت القيد، ولات كتعلم البنات القرايه والكتابه، وكتقول ليهم باللي راه قلبكم خاصو يكون شجاع بحال العقل، خاصو العلم. دارهم ولات عامره بالطلبه والفنانين، والمدينه كلها استافدت من الفن الجديد اللي جابو عادل من الجنوب. في واحد العشيه طلعوا بجوجهم للسطح بحال الا اول مره. المدينة كان فيها واحد الهدوء، والنجوم في السماء كانت كتبري. سلمى قالت لعادل: شفتي كيفاش الطريق كان طويلة؟ جاوبها عادل هو كيشوف في السماء: إلا كانت النهاية بحالك، حتى الطريق الطويل كيولي قصير. إيوا من داك الوقت بقات الحكاية كتعاود في مكناس، وباللي الحب راه ماشي غير لقاء تحت القمر. الحب هو صبر، هو امتحان، هو مواجهة، هو رجوع، هو قوة. وكيقولوا حتى اليوم اللي كيصبر في الحب كيربحوا في الدنيا وفي الآخرة. ايوا سالت الحكاية، ولكن دار الزيتونة والنقش ديال اليدين المتشابكين مازالين شاهدين أن النهاية السعيدة والنهاية المفرحة كتجي غير من بعد واحد العاصفة كبيرة وواحد تضحيات كبيرة.